السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم طقم الاطفال المجسمات. هحتاج من البنك دون، هحتاج 5.5 من البنك، ومن الاوف وايت دون هحتاج 1.25 متر. طبعا احنا بنعمله البنك في رصاصي، يعني بدل الاوف وايت ده بعمله رصاصي، بس هي العميلة طلبت يبقى بنك في اوف وايت. فزي ما قلت لكم دي البنك دي 5.5، والاوف وايت 1.25 متر. بالنسبه بقى للبنك دون هقصها ازاي. انا بعمل الملايه علشان طبعا هقصها ازاي. انا طبعا قصيتها عشان وقت الفيديو. بعمل الملايه، بقص الاول الملايه، بقص كل ملايه لكل سرير بقص له ملايه 1.5 متر. ده علشان خاطر انا لسه هعمله الجزء اللي تحت. يبقى انا هقص 3 متر للسريرين، كل سرير هياخد 1.5 متر. دي بالنسبه للملايه. بالنسبه للمخدات طبعا احنا متفقين المخدتين بقصلهم 90 سنتي، والخداديات برضو بقصلها 90 سنتي. ماشي، يبقى المخدات 90 سنتي والخداديات 90 سنتي. ان شاء الله هوريكم برضو في التقفيل بقفلها ازاي. انا دلوقتي هتكلم على الملايه. انا دلوقتي قصيت الملايه للسرير واحد 1.5 متر. هو هقص الجزء اللي تحت ده بيبقى بنك في اوف وايت، بيبقى فيه شريطة بنك دي اللي بيتركب فيها القطة، وبيبقى فيه الكورنيش اللي هو بيبقى من تحت خالص. ده الكورنيش اللي هو بيبقى من تحت خالص، في الملاية من تحت خالص. هقفلها برضو معاكم وهتشوفوا. بالنسبة بقى للشريطة البنك اللي بتتوصل في الملاية دي بتبقى 30 سنتي. ماشي، يبقى انا هجيب الملاية بتاعتي، هوصل فيها الشريطة دي اللي هي 30 سنتي. الشريطة 30 سنتي دي بوصل فيها بقى كورنيش من تحت. الكورنيش اللي تحت ده بيبقى كده 20 سنتي، عشان احنا عارفين ان الجزء اللي تحت ده كله بيبقى 50، الجنب اللي هو في الملاية من تحت. فالكورنيش هيبقى 20 سنتي. طب انا عشان عايزة قد ايه بقى، هقص 50 للملاية الواحدة. هقص من الاوف وايت ده 50 سنتي وهقسمه على 2، هيبقى معايا قطعتين، كل قطعة 25 سنتي. ادي كل قطعة من الاوف وايت ده 25 سنتي. بوصلهم ببعض وبعمل لهم كرانيش زي كده. فانا هنا وصلت الكورنيش بتاعي ده اللي انا هوصله في الجزء البنك ده من تحت. يبقى انا معايا شريط 30 سنتي بوصله في الملاية بتاعتي، بوصله في الملاية. بعد ما اوصله في الملاية بوصل الكورنيش فيه. بوصل الكورنيش اللي هو بيبقى 50 سنتي، وبقسمه 2، بيبقى معايا 25 و25، بوصلهم ببعض وبعدين اعمل لهم كورنيش. ده بالنسبة للملاية. تعالوا بقى مع بعض نقفلها واوريكم اقفلها ازاي. انا هنا اهو اول حاجة وصلت الشريطين اللي هم 25 و25، وصلتهم ببعض وعملت لهم الكرانيش. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ اول حاجة هعملها عشان ما ابقى يعني ماشية كده بنظام، همسك الشريطة بتاعتي اللي هي 30 سنتي دي، 30 سنتي هوصلها بالكورنيش ده، هوصلهم ببعض. وهوريكم ازاي ان انا هستغنى عن الاوفر. زي ما انا قلت لكم هستغنى ان شاء الله في الفيديو ده عن الاوفر، مش هحتاج اوفر خالص في الملاية دي. الملاية دي بتحتاج اوفر في يعني مرتين، فانا لا هستغنى عن الاوفر، وهوريكم ازاي هعملها بخياطة مخفية، وهتبقى ان شاء الله نضيفة وحلوة. انا معايا ادي الشريطة بتاعتي وادي الكورنيش. طبعا انا هحط الوش على الوش. انا تانية هنا فهنا ما تنتش، فاضطر ان انا اخدها كده تانية صغيرة كده على ايدي واثبت دي عليها، عشان انا كنت تانية الاوف وايت ده من الاول. حطيت الوش على الوش اهو، وهمشي بقى بالخياطة عليهم عادي. احاول ان انا اسيب يعني اسيب حوالي سنتي واحد بس كده، علشان عشان اوريكم الخياطة المخفية اللي انا هستغنى بيها عن الاوفر.
همشي خالص اهو على الحرف. هنا طبعا في قدامي خياطة، في قدامي هنا خياطة، فالخياطة دي لازم امشي عليها عشان خاطر لما اجي اقلب القماش الخياطة دي ما تطلعش عندي من الناحية التانية. الخياطة دي بالظبط بمشي عليها، اللي هي الخياطة ايه اللي هي بتاعة الكورنيش، بمشي عليها بالظبط كده. بفرد اهو، بفرد القماش بتاعي كده من تحت عشان ايه ما يكونش في حتة متنية ولا حاجة، وادوس عليها وامشي زي ما قلت لكم على الخط ده بالظبط، اللي هو ايه على الخياطة اللي قدامي دي بالظبط. لازم كده اظبط من تحت، اخلي بالي من تحت مفيش اي حته متنيه ولا حاجه، اظبط القماش من تحت من فوق. انا هنا اهو خلصتها، خليكم معايا بقى عشان اوريكم ازاي مش هستغنى عن الاوفر، اوريكم ازاي الخياطه المخفيه. في عندي حته زياده ايه مش مشكله، اكبر من البنك هقصها عادي خالص مفيش مشكله. انا هنا كده خلاص خلصت خياطه عادي خالص. الخياطه كده خلصتها اهي. هعمل ايه بقى؟ هروح ماسكه القماشه دي وفتحاها اهي. انا كده فتحت ايه القماش. انا هنا بعد ما خلصت خياطه بروح فاتحه كده فتحت كده القماش ما قدامي اهو، الجزء اللي هو اللي انا خيطته. اعمل بقى فيه ايه عشان اداري الخياطه دي، اداري ده عشان محتاجش ان انا اعمل ده اوفر. هروح جايه كده ماسكه الجزء ده كده اللي هو المفروض يتعمل اوفر ده، اروح ماسكاه كده وتانياه كده لجوه، ادي تانياه كده لجوه
زي ما انتم شايفين الخياطة اهي، بروح مدخلاها لجوه كده. بتنيها تانية اهي، بس ايه من ورا. هوريكم النتيجة برضه لما اخلص الحتة دي. يعني بحاول اتنيها تانية كده رفيعة، وبمشي على الحرف خالص كده. اعمل لكم حتة كمان، بتني كده. بمشي على الحرف خالص. دي برضو الكرانيش اهي معايا، بروح مدخله كله لجوه اهي. واحاول ان انا امشي على الحرف ده. وبتني كده، وبظبط بس القماش بتاعي، واتني لجوه تانية لجوه زي ما انتوا عارفين. ده الظهر طبعا، بتني تانية لجوه. هوريكم بس من قدام عامله ازاي، بس ايه قلت اخد حته كده كبيره عشان ايه تبان لكم. هوريكم الحته اللي انا عملتها، يعني زي ما انتم شايفين كده. الخياطه دي من الظهر هي، بس من الظهر قدامك اهي باينه نظيفه. اهي باينه نظيفه اهي من الظهر. وادي الوش اهو، وادي وش القماش. بصوا زي ما انتم شايفين وش القماش نضيف ازاي. يعني ممكن احط هنا كبيره او ما احطش. اهي اوريكم واضحه. دي من قدام خياطه نضيفه اهي، وباينه نضيفه خالص. بحاول ان انا ابينها لكم برضو. ده الخياطه دي من قدام اهو، من وش القماش. الخياطه نضيفه وجميله، ما فيهاش اي مشكله. من ورا مش هنحتاج له اوفر ولا اي حاجه. ادي من ورا الخياطه اهي، من ورا خياطه نضيفه خالص، مش محتاجه اي سرفله ولا اي حاجه. هكمل بقى بقيه التاني دون. اكمل بقيه التاني ده اهو، زي ما وريتكم اهو. بتني كده لجوه، تانية على التانية كده عادي، زي ما كاننا بنتني عادي. اهو انا كده خلصت خياطه. بص زي ما انتم شايفين نضيفه خالص من جوه، مفيهاش اي حاجه من جوه خالص، نضيفه جدا. وادي الوش بتاعي اهو، ده الوش. بس زي ما انتم شايفين الوش نضيف خالص، مفيش اي مشكله. بركب انا طبعا لو محتاجه دي كبيره بركب لها، مش محتاج. لو مفيش كبيره مش مشكله برضو، هيبقى شكلها برضو ظريف وحلو. شكلها نضيف من بره ومن جوه، ومش هحتاج له اوفر. دلوقتي بقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ تاني حاجه هركب بقى زي ما احنا عارفين طبعا، دي اللي هي الجزء اللي بيبقى بيتركب في الملايه، بيبقى من تحت.
دلوقتي انا هركب الجزء ده في الملاية. دلوقتي انا هركب الجزء بتاع الكورنيش، هركبه في الملاية. طبعا زي ما انتوا عارفين احنا بنركب الكورنيش في الجزء اللي هو في الجزء ده اللي هو عرض القماش. يعني عندنا ده البورصل اهو اللي هو بيبقى عدد الامتار اللي احنا بنجيبها. لا احنا بنركب دايما الكورنيش في الجزء ده اللي هو العرض بتاع القماش اللي هو بيبقى 240. وادي معايا وده الجزء اللي هو فيه الكورنيش اللي احنا ركبناه. اخيطهم في بعض. وبرضه هوريكم برضه طريقة الخياطة اللي هي الايه، الخياطة السحرية اللي تخليني برضه محتاجش ايه للاوفر. كده انا خيط الكورنيش على الملاية. انا هنا خلاص كده خلصت كده اهو. انا ده المفروض ان انا محتاج ان انا اعمله اوفر. ده الجنب ده المفروض يتعمل له اوفر. فانا زي ما قلت لكم مش هعمل اوفر وهعمل ايه الخياطه السحريه. هفتح اهو القماش. ادي فتحتها اهو. وادي دلوقتي ده الظهر اهو قدامي. وهبتدي ان انا ايه ان انا اتنيها برضو. ده الظهر اهو ودي الخياطه قدامي. هبتدي ان انا ايه اخد تانية جوه تانية كده. كده انا وفرت في الاوفر لان دي كانت هتحتاج يعني ايه هتحتاج اوفر للملاية الواحدة، تحتاج اوفر مرتين. وطبعا احنا عشان بنعمل بره فده بيكلف جامد بصراحة في الاوفر. فانا هي تاني التانية على التانية اهي وهمشي على الحرف خالص. طبعا بحاول اشد القماش من هنا ومن هنا عشان ما يعبعبش من تحت. وبمشي زي ما قلتلكوا على الحرف خالص. كل طبعا لما خليت التانية بتاعتي رفيعة كل ما كان بقى اوريكم ان شاء الله بعد الخطوة دي الشريطة اللي هي بتبقى فوق. الشريطة اللي هي الفويت اللي هتبقى ايه عرضها 15 سنتي بتبقى محطوطة فوق على الملاية كده من فوق. اهو بصوا زي ما انتم شايفين هنا برضو نضيفة اهي من جوه مفيهاش اي مشكلة. ده اللي هو مكان الاوفر احنا دريناه. وادي من وش القماش اهي نضيفة برضو مفيهاش اي مشكلة. وبرضو اللي انا كده كده هحط لها جبير، ولو ما حطيتلهاش جبير هي برضو ايه شكلها مش وحش، شكلها برضو معقول. ايه يا جدعان بقى. دي بقى الشريطة اللي هي بتبقى على الملاية كده من فوق ما بنبقى فرشينها والكورنيش نازل من تحت. ودي كده بتبقى فوق على الايه على الملاية كده على السيف بتاع الملاية من فوق. هوريكم برضو هعملها ازاي. بص انا هنا اول حاجة انا ركبت الكورنيش في الملاية اهو. ركبت الكورنيش في الملاية ونضيفه اهو من جوه زي ما قلت لكم. ده اللي هو الجزء بتاع الكورنيش اهو. ده الجزء بتاع الكورنيش دون. وجيت من عند الخياطة وركبت القطعة دي. هوريكم برضو انا هركبها ازاي في ادي ده الجزء بتاع الكورنيش اهو. ادي ده الكورنيش اهو. احنا كده وصلنا في الملاية. دي الملاية اهي بتاعتي. وصلت انا كده في الملاية. الشريطة دي بقى اللي انا ايه قلت لكم هركبها ازاي. الشريطة دي 15 سنتي.
بركبها ازاي بقى الشريطة دي؟ اهي باجي من عندي الخياطة دي اللي انا عملتها، اللي هي بتاعت اللي انا هي متوصلة بين الكورنيش والملاية، وبعمل عليها بحس بكده كده تبقى ايه عندي متدارية. لو انا مش هركب لها جبير او حاجة، لو انا هركب جبير هركبه عادي، لكن انا كده هجيب الشريطة بتاعتي كده واروح حطاها على حطاها هنا كده على الحرف دون، عشان في ناس بتبقى فاكراها ان دي متوصلة بالملاية متوصلة. يعني ايه متوصلة؟ يعني بخيطها من هنا وبخيطها من هنا، يعني بيبقى في فاصلة بخيطها من هنا. لا، احنا بنحطها فوق الملاية عادي، بعد ما نوصل الكورنيش بالملاية بنحطها فوق الملاية كده عادي، وبنتني تانية من هنا كده، بتني كده تانية من هنا كده رفيعة، وبتني تانية من هنا اهي. بمسك دي كده بتنيها كده واروح حطها هنا كده، اروح حطها هنا كده، بحيث انا كده دريت الخياطة اللي هي بين الكورنيش والملاية، وامشي عليها خياطة على الحرف خالص. اهي بتني كده بتني تانية كده، واروح حطها على الخياطة دي بالظبط كده، واحاول ان انا امشي برضه على الحرف خالص. تانية اهي، بروح ايه حطها مداري، احاول ان انا اداري الجزء ده كده، حطها عليها ومخيطها. بخلصها بقى كلها، باخد الجنب ده كله وبمسك الجنب ده كله، اخد الجنب ده كله اتنيج احطه كده على هنا، واروح ماشيه كده، وبعدين اروح ماسكه الجنب التاني رخط. انا خلاص لو خلصت الجنب ده اروح واخده الجنب ده رخر، اروح ماسكه القماشه دي تانيها كده، تانية رفيعه كده اهي، تانية رفيعه، واروح ايه احطها كده، واحاول ان انا ايه اخليها مفروده، تبقى معايا مفروده كده. انا عملت الجنب ده، وانا ابتدي بقى ايه اعمل الجنب ده، اظبط قماشي اتني كده وافرد وخيط عادي جدا. امشي على الحرف خالص وافرد، حاول ان انا كل ما اخيط افرد قماش عشان ما يبقاش في حاجه من تحت عامله. امشي عليها بقى لغايه ما اخلصها كلها، لغايه ما اخلص الشريطه كلها. انا ممكن اخليها كده عادي، اخليها زي ما هي كده، هي حلوه، وممكن ان انا اركب لها جبيره رفيعه كده على الجنبين، حسب الشغل المطلوب. يعني في بيبقى مطلوب جبيره، وفي بيبقى ايه بتبقى هي كده زي ما هي. في الجزء التاني ان شاء الله بقى